كان كايل وتوري يمرحان على أمل أن يرزقا بطفل. عندما سمعت توري ضوضاء ذهبت لتستطلع الأمر. فجأة اهتز المبنى بأكمله وانقطعت الكهرباء. رأوا من بعيد ضوءاً أحمر ساطعاً. بعد فترة رزق الزوجان بطفل جميل ربي بحب كبير. بعد 10 سنوات بحثت توري عن ابنها لأن وقت المدرسة قد حان. بدأت تصفر فأجابها براندون من مخبئه وهي لعبة صغيرة يلعبانها كثيراً. تتبعت توري الصوت إلى الحظيرة فقفز براندون فجأة ليفزعها. عندما خرجا ذكر كايل براندون بعدم الذهاب إلى الحظيرة لأنها خطيرة. في المدرسة سأل المعلم سؤالاً عن النحل فأجاب براندون إجابة شافية، حتى إنه ذكر نوعاً يجبر الأنواع الأخرى على تربية صغارها. كان يتحدث كثيراً لدرجة أن أحد الأولاد سخر منه فضحك الفصل بأكمله باستثناء كايتلين. تخبر توري براندون أن الأذكياء مثله يحكمون العالم. في تلك الليلة بدأ شيء ما يتوهج باللون الأحمر في الحظيرة. في الوقت نفسه توقف راديو توري عن العمل. فجأة أصيب براندون بنوبة صرع أثناء نومه، كانت قوية لدرجة أنها هزت سريره. ظنت توري أنها سمعت ضوضاء لكن النوبة توقفت فعادت توري إلى الرسم. فتح براندون عينيه فظهر عليهما توهج أحمر، ثم فتح النافذة وقفز فسقط بقوة. سمعت توري ضوضاء مرة أخرى وخرجت لتتحقق من الأمر، لكنها ظنت أنها مجرد أرجوحة. عندما كانت على وشك المغادرة شعرت بشيء يركض خلفها، وبينما كانت تمشي بين ملابسها المغسولة رأت ظهر براندون لكنه اختفى بسرعة. قررت توري البحث في الحظيرة ووجدته يتمتم بكلمات غريبة وهو يهز باباً مقيداً بسلسلة. نادت باسمه عدة مرات لكنه لم يتوقف حتى لمست توري كتفه. فزع من وجودها وكان مرتبكاً بوضوح لوجوده هناك، حتى إنه قال إنه كان يسمع أصواتاً. طمأنته توري وادعت أنه كان يمشي أثناء نومه. بعد أن أعادت توري براندون إلى سريره أضاءت فتحة الحظيرة مرة أخرى. عندما سألها كايل عما حدث قالت توري فقط إن براندون كان يمشي أثناء نومه في الطابق السفلي. في اليوم التالي حاول براندون جز العشب، لكن جزازة العشب لم تعمل. شعر براندون بالإحباط الشديد لدرجة أنه رماها عبر الفضاء دون أن يرف له جفن. كان مصدوماً مما فعله وبدأ يسمع الأصوات مرة أخرى. عندما وجد الجزازة لمس الشفرات الدوارة بشكل خطير مما أدى إلى تعطل الآلة، لكنه لم يؤذه. في عيد ميلاد براندون اصطحبته العائلة إلى مطعم. شقيقة توري ميريلي هي المرشدة الطلابية براندون، لذلك ذكرت كم هو عبقري وأهداه زوجها نوح بندقية صيد. مع ذلك اعتقد كايل أنها هدية غير مناسبة لطفل وأخذها منه. يطلب براندون الغاضب استعادة هديته ويضرب الطاولة بقبضته مما يسبب إطفاء جميع أجهزة الألعاب. يعلن كايل أنهم لن يتناولوا الحلوى وأنهم سيعودون إلى المنزل، وتغادر العائلة أخيراً بينما تراقبهم الموظفة إريكا بتعب. في المنزل يتحدث الزوجان عن كيف تغير براندون، وتتذكر توري أنهما كانا متمردين في سن المراهقة أيضاً. لم يهتم والداها أبداً، لذلك فهي تريد أن تكون أماً أفضل لطفلها. يقترح كايل أن يذهبوا للتخيم في عطلة نهاية الأسبوع للاسترخاء. أثناء الإفطار لا يستمع براندون إلى والديه ويستمر في الأكل. يتفقده كايل ويجده يمضغ شوكته. عندما يسحبها كايل يجدها مثنية، فيفيق براندون من شروده مرتبكاً مما فعله تواً. تذهب توري إلى غرفة براندون لتأخذ سترته، فتجد صوراً مخبأة تحت فراشه. عندما ينضم إليها كايل ينظران إليها معاً ويلاحظان صوراً لنساء يرتدين ملابس داخلية، كما يريان صوراً مقززة لأعضاء بشرية، فيقرران التحدث إليه لاحقاً. أثناء تخيمهما يخبر كايل براندون عن التغيرات التي تطرأ على الجسم، وكيف أن الشعور ببعض الرغبات أمر طبيعي، لكن الأهم هو إيجاد من يحب. يسيء براندون فهم ماهية تلك الرغبات ويتساءل إن كان عليه البدء الآن، لذلك ينهي كايل الحديث. في تلك الليلة يوقظ صوت توري فتكتشف أن براندون قد رحل. في هذه الأثناء تنام كايتلين بهدوء، لكنها تستيقظ فجأة على صوت أغنية حب
تعزف على حاسوبها المحمول. تغلقه بسرعة وتعود إلى سريرها، ولكن ما إن تدور حتى تبدأ الموسيقى بالعزف مجدداً. هذه المرة تضع بعض الدفاتر فوق الحاسوب بعد إغلاقه. عندما تحركت الستائر خلفها، صرخت كايتلين لتنادي والدتها، فظهر براندون عند النافذة. بعد قليل اقتحمت إريكا الغرفة وعانقت ابنتها قبل أن تتفقد الستائر، لكن لم يكن هناك أحد. انتاب إريكا القلق عندما ذكرت كايتلين اسم براندون. في المخيم ذهب كايل وتوري للبحث عن ابنهما، ووجداه واقفاً في وسط الغابة. ادعى أنه خرج فقط للتبول. لاحقاً في المدرسة بدأ براندون بتصميم زي غريب في دفتر ملاحظاته. تخبر توري ميريلي عن سلوك ابنها الغريب، لكن ميريلي تعتقد أنه أمر طبيعي في سن البلوغ. عندما تتفقده توري تراه يرسم رمزاً غريباً فيخفيه عنها فوراً. في تلك الليلة يسمع كايل صياح الدجاج في الحظيرة. يظن أنه ذئب، فيأخذ بندقية ويذهب للتحقق ليجد براندون يحدق في الحيوانات. في البداية لا يجيب، وعندما يسأله كايل إن كان بخير يقول براندون: أظن ذلك قبل أن يذهب إلى النوم. في منتصف الليل يثور الدجاج مرة أخرى. يعود كايل إلى الحظيرة ويجدها جميعا ميتة. يتصل بتوري فورا فتلقي اللوم على ذئب. مع ذلك يعتقد كايل أن براندون هو من فعل ذلك لأن الذئب لا يستطيع كسر القفل، لكن توري تعتقد أنه يبالغ. في حصة الرياضة يلعب الأطفال لعبة تسمى دائرة الثقة، حيث يدفعون طفلاً. أثناء دور براندون رفضت كايتلين لمسه وتركته يسقط، مما أثار ضحك الجميع. طلبت المعلمة من كايتلين مساعدة براندون، لكنها رفضت ووصفته بالمنحرف. عندما هددتها المعلمة بالرسوب مدت كايتلين يدها، فضغط براندون عليها حتى كسرها. في مركز الشرطة طالبت إريكا الغاضبة بالقبض على براندون، لكن الشرطة أوضحت أنه مجرد طفل، لذا سيتم إيقافه عن الدراسة وإخضاعه لجلسات استشارية. تساءلت إريكا عما إذا كانت والدة براندون الحقيقية مختلة عقلياً، لكن توري أكدت أنها والدته الحقيقية وأخذت عائلتها بعيداً. في المنزل أخبرت توري كايل بما حدث في الحظيرة. أصيب كايل بالذعر، وأشار إلى أن براندون لم يتعرض للأذى من قبل، لكنه الآن يبدو أنه يؤذي الآخرين. في هذه الأثناء ظل براندون يسمع الأصوات ويترجم الكلمة الغريبة التي تعني يأخذ. ذهب إلى الحظيرة وكسر السلسلة فسيطر عليه الضوء الأحمر. أصيب بنوبة صرع وهو يردد الكلمات الغريبة. عندما رأت توري الضوء ركضت إلى الحظيرة فوجدت براندون يطفو في الهواء. عندما نادته باسمه اختفى الضوء وسقط في الحفرة، حيث جرحت قطعة معدنية يده. نزلت توري إلى الحفرة أيضاً وهدأت ابنها بينما كان يسألها عن هويته وهو يحدق في الآلة الغريبة أمامهما. شرحت توري أن هذه الآلة مركبة فضائية تحطمت في المنطقة، وأنها وجدت الرضيع براندون بداخلها. حاولت إقناعه بأنه لا يزال ابنها، لكنه كان غاضباً لأن والديه كذباً عليه. ركض إلى المنزل وحطم العديد من الأشياء قبل أن يخرج مسرعاً. تحت المطر أنهى ترجمة الرسالة التي تدعوه للسيطرة على العالم. أضاءت عيناه قبل أن تطلقا أشعة ليزر. بعد دقائق كانت كايتلين تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بها، لكنه توقف عن العمل فجأة. عندما أغلقته وجدت براندون في غرفتها. بكت خوفاً بينما كان يحضر لها الزهور ويعدها بأن العالم بأسره سيعرف قريباً أنه مميز. تشرح كايتلين أن والدتها لا تريدها أن تتحدث معه، فيقول إنه سيتولى الأمر. في المطعم كانت إريكا تغلق المكان عندما سمعت ضوضاء. ظهرت مجموعة من الرموز على النوافذ، لكنها ظنت أنها مجرد مسحة. بدأت الأضواء بالوميض وفجأة انكسر أحدها فأصابت شظية عين إريكا. عندما أزالتها تدفق الدم وأضعف بصرها. وبينما استمرت الأضواء بالوميض لاحظت شيئاً يتحرك بالقرب منها، فحاولت الدفاع عن نفسها بمضرب بيسبول دون جدوى. ركضت إريكا المذعورة للاختباء في المجمد لتحدق بصدمة في شعاع ليزر ساخن يقطع الباب قبل أن يقتلع. ظهر براندون مرتدياً الزي الذي صممه وقفز عليها. في صباح اليوم التالي أخبر براندون والديه
أنه يشعر بتحسن. في هذه الأثناء عثرت الشرطة على الفوضى في المطعم، لكن لم يكن هناك أثر لإريكا ولم ترد على هاتفها. لاحظ الشريف جيرالد شيئاً غريباً على النافذة فنفخ عليها ليكشف عن الرمز. خلال جلسة الاستشارة سألت ميريلي براندون عن شعوره حيال كونه متبنى. ظن أنه أمر رائع لأنه مميز وأن والديه الحقيقيين ليس من مكان تافه كهذا. وبينما كان ينظف أسنانه رأى شيئاً يتحرك خلفه فتبعه إلى الخزانة حيث وجد براندون ونزع قناعه. سحب نوح براندون غاضباً خارج المنزل وحاول إدخاله إلى شاحنته مهدداً بإخبار والديه بما حدث. وفجأة بدأت الأضواء تومض بينما كان براندون يرتدي قناعه وتتوهج عيناه وهو يدفع نوحاً بقوة نحو باب المرآب. عندما يستعيد نوح وعيه يكون الطفل قد اختفى، ثم يركب نوح شاحنته وينطلق، ولكن في منتصف الطريق يصطدم براندون بالنافذة مما يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة. يتمكن نوح من تفادي الاصطدام، لكن الشاحنة تتوقف عن العمل بعد فترة وجيزة. في تلك اللحظة يظهر براندون وكأنه يطفو فوق الطريق ثم يختفي في ثانية. فجأة ترتفع الشاحنة في الهواء ثم تطلق بسرعة. يكسر نوح فكه على عجلة القيادة عندما تتحطم السيارة. يستطيع براندون الآن استخدام دمه لرسم رمزه على الطريق. في المنزل تشعر توري وكايل بالقلق لأن ابنهما مفقود. في تلك اللحظة يعود براندون وهو يخلع قميصه ويدعي أنه كان يلعب كرة القدم. تعرض توري غسل القميص، لكن براندون يقول إنه سيفعل ذلك بنفسه ويذهب إلى غرفته. يدرك الزوجان أنه يكذب، لكنهما لا يعرفان ماذا يفعلان لأن أي طبيب لن يصدق أنه كائن فضائي. يظهر مشهد فلاش باك الليلة التي هبطت فيها المركبة الفضائية في الغابة. يهرع الزوجان إلى المستشفى حيث تخبرهما ميريلي عن حادث تحطم نوح وزيارة براندون. في صباح اليوم التالي تخبر توري براندون أن نوحاً قد مات، لكن الطفل لا يظهر أي مشاعر. يدعي أنه لا يعرف ما حدث، ومع ذلك لا يصدقه كايل ويصرخ في وجهه. عندما يحاول براندون المغادرة يمسك كايل بذراعه فيدفعه براندون إلى الخزانة. بعد أن ترسل توري براندون إلى غرفته ينتظر كايل حتى يستحم الطفل ليبحث عن القميص. يجده مخبأ خلف خزانة الملابس ويلاحظ بقع الدم. عندما خرج براندون من الحمام أخفى كايل القميص واعتذر لابنه ليهدئه. بعد ذلك أرى كايل القميص لتوري التي رفضت الاعتراف بالحقيقة. صرخ كايل في وجهها قائلاً إن هذا ليس ابنهما، لكن توري هربت. أخبرت توري أنه سيأخذ ابنهما بعيداً في عطلة نهاية الأسبوع ليحاول إصلاح علاقتهما. في صباح اليوم التالي ذهب كايل وبراندون للصيد في الغابة، ثم زار جيرالد توري وأراها صورة الرمز وأشار إلى أنه يطابق الأحرف الأولى من اسم براندون، لكن توري تظاهرت بأنها لا تعرف ما هو. طلب جيرالد الدخول لكن توري طردته. بعد رحيل جيرالد ركضت توري إلى غرفة براندون وفتحت دفتر ملاحظاته لتجد الرمز نفسه مكرراً في كل صفحة. كانت هناك أيضاً رسومات لزيه ولجميع الضحايا الذين تسبب بهم. في الغابة انتظر كايل حتى استدار براندون وأطلق عليه النار في رأسه، لكن الرصاصة لم تؤثر فيه. عاد كايل المرتاع تعبئة بندقيته بسرعة، لكن عندما رفع رأسه كان براندون قد اختفى. بدأ كايل بالركض وهو يشعر بشيء يتحرك بالقرب منه. فجأة ظهر براندون أمامه مرتدياً زيه وطار ليسقط والده أرضاً. توسل كايل من أجل حياته بينما أمسكه براندون، لكن توسلاته قوبلت بإطلاق أشعة ليزر مباشرة في عينيه. اخترقت الأشعة رأسه فقتلته على الفور. في المنزل كانت توري تبكي وهي تعاود الاتصال بهاتف كايل. عندما أجيب على المكالمة أخيراً اعترفت بأن كايل كان محقاً وأن ابنها هو من قتلهم جميعاً، لكن من أجاب على الهاتف كان براندون الذي أخبرها أن كايل قد رحل وأنه عاد إلى المنزل. وفي مكان قريب حطم براندون الهاتف. فجأة بدأ المنزل يهتز وتنهار الجدران. أصيبت توري بالذعر وركضت للاختباء تحت طاولة للاتصال برقم الطوارئ. استمر المنزل في الاهتزاز وسقطت قطع الأثاث مما منعها من الكلام،
لكن جيرالدا تلقى على الفور بلاغاً طارئاً في ذلك العنوان. عندما توقفت الفوضى، خرجت توري من مخبئها محاولة إيجاد مخرج. سمعته يصفر لها ووجدته خلفها، فأخبرته كم تحبه قبل أن تزيل قناعه. وبينما كانت تواصل إغداقه بكلمات المودة، قال براندون إنه يريد فعل الخير. عانقته توري وبكت وهي تهيئ لطعنه، لكن براندون أوقفها ونزع سلاحها بسهولة. ثم أمسك براندون الغاضب بتوري وطار عبر السقف مرتفعاً في السماء بسرعة مذهلة. وبمجرد أن تجاوز السحاب أفلتها وشاهدها تسقط نحو حتفها. في تلك اللحظة ظهرت طائرة قريبة. في صباح اليوم التالي اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الطائرة تحطمت في منزل توري، وأن الانفجار قضى على جميع أدلة جرائم القتل. لم ينجو أي راكب، لكن رمز براندون لا يزال موجوداً على حطام الطائرة. أنقذ رجال الإطفاء براندون الذي كان يتظاهر بأنه ضحية بريئة. بعد فترة انتشرت سلسلة من الكوارث في جميع أنحاء الأخبار. لم يعرفوا من المتسبب بها، لكن ظل براندون كان يرى غالباً وهو يفر من مكان الحادث. كما قام بحرق رمزه على حقل كبير بينما كان أحد الأشخاص الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة على الإنترنت يحذر البشرية من وجود كائنات فضائية. تأكد من الاشتراك وتفعيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الفيديوهات المشابهة. شكراً للمشاهدة.